تعالي نشوف وصفتنا النهارده سهلة وبسيطة اقتصادية وجميلة جدًا. 3 كوبايات من اللبن الحليب، 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من السكر، معلقة من النشا. وصفة القشطة الكدابة بالدقيق بتبقى أطعم بكتير من النشا. هنرفعهم على النار أول ما تتماسك هنحط عليها معلقة من الزبدة أو معلقة من القشطة وش اللبن، ندوبها نغطيها بكيس من أكياس التلاجة ونركنها. الجلاش بتاعنا هندهنه بالزبدة أو السمنة وندخله كده نكشكشه نقرمشه جوه الفرن، ياخد اللون ويتقرمش وبعدين نفرفته بإيدينا زي ما أنتم شايفين كده، نلف عليه شوية من المكسرات اللي موجودة عندِك. كان عندي شوية سوداني حمّرت شوية وجرشتهم خشن ولوّنت جزء من اللون الأحمر، ولمّا بيبقى عندي لون أخضر كمان بالوّنه بيبقى ال3 ألوان تحفة. قلّبتِ طبعًا المكسرات على الجلاش، عملتِ طبقة من الجلاش سقيتيه بالشربات، طبقة من الحشوة، طبقة من الجلاش وسقيتيه كمان بالشربات، وكُلي أطعم جلاش وأسهل وأخف جلاش ممكن تاكليه. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. باي باي، أشوفكم في وصفة جديدة.